ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الطاجن الرز. طبعا كلنا عارفين شاطرين وحلوين وبنعمل كل حاجة، بس طبعا في ناس كتير بتبقى لسه مبتدئين ومش بتبقى عارفة طريقة الطاجن الرز المعمر. بصوا الرز مفلفل وحلو قوي قوي، طريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم. انا عملت الحجم الصغير وعملت الحجم الكبير. طريقة ان شاء الله بسيطة وسهلة جدا جدا ومش هتاخد معاكم وقت. ادي الرز المعمر الجميل. لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا اسمي اميرة المسلماني. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. طبعا ده نص كيلو من اللحمة، 500 جرام. انتي يعني انتي جيبي اللحمة اللي انتي عايزاها او المقدار اللي انتي تحبيه. نجيب شوية من الزيت كده ونسخن الزيت، ننزل على باللحمة كده. انا عايزة طبعا اللحمة تاخد صدمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش عايزة اللحمة تنزل سوائل، عايزة اللحمة تاخد تحميرة او تشويحة كده حلوة. طبعا في ناس بتسلق اللحمة وكده، لا انا مش هسلق اللحمة. انا اتعلمت الطريقة دي من ماما، الله يرحمها ويسامحها يا رب. طبعا هي كانت بتعمل بالطريقة دي، ولا كانت بتسلق اللحمة ولا اي حاجة. كانت بتشوح اللحمة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وتهدي على النار كده واحدة واحدة وتستوي على نار هادية. شوفوا انا اللحمة اهي بدأت تتشوح كده او تتحمر بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وما نزلتش مية ولا سوائل ولا اي حاجة. طبعا انا مقطعاها تقطيعات صغيرة كده، انتي قطعيها بالشكل اللي تحبيه وتفضليه. ادي اللحمة اخدت التشويحة الحلوة اللون الجميل ده، ونزلت عليها ببصلاية. البصلة مقطعة، عايزة تقطعيها طرنشات تقطعيها بالشكل اللي انتي شايفاه ده، قطعيها زي ما تحبي. ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من الفلفل الاسود. نقلبها كويس كده ونسيبها برضو تاخد تشويحة حلوة كده مع اللحمة اهو. قلبناها كده وتاخد كده وتشرب من الصوص اللي نازل من اللحمة اهو. شوفوا اخدت كده تقليبة. البصلة مش لونها مصفرش ولا حاجة، ده هي اخدت تشويحة كده من طعم اللحمة. طبعا لما البصلة اخدت تشويحة هننزل كده عليها بشوية مية اهو. نقلبها كده ونغطيها بقى ونسيبها علشان تستوي. ولو نشفت المية دي تحط لها حبة بحبة صغيرين كده من المية لغاية اللحمة بتاعتك ما تستوي. انا اللحمة بتاعتي دي قعدت بالظبط معايا من نص ساعة لساعة الا ربع على النار، على حسب بنتي بقى اللحمة اللي انتي بتسويها. طبعا انا جبت كيلو لبن بلدي عادي، جبته من عند السوبر ماركت او من عند اللبان اهو. هحطه على النار يغلي كده على ما اللحمة تستوي، علشان انا عايزة اللبن يبقى سخن ومغلي، علشان في الفرن ما ياخدش معاكي وقت كبير في الغليان. طبعا انا جبت مقدار الرز اهو. لازم نسيب حوالي اهو 3 صوابع كده من الرز. انا لسه ما غسلتش الرز اهو. شوفي انا بوريكي اهو بصوابعي، لازم تسيبي فراغ 3 صوابع كده علشان الرز يستوي ويبقى حلو، لان في ناس بتشتكي ان الرز بيبقى من النص مش مستوي. طبعا اللحمه اهي سبتها، شوفي زي ما انتي شايفاها كده. البصل استوى معاها وبقت، شوفي اللحمه بتتقطع بسهوله كده وبقت حلوه جدا. بصي البصله بقت دايبه خالص. انا جبت طبعا الطاجن او البرام اللي انا هعمل فيه، دهنته سمنه بلدي او زبده اللي موجوده عندك، بس اهم حاجه ان يكون زبده طعمها حلو او سمنه بلدي تبقى حلوه او سمنه فلاحي. طبعا انا البرام الصغير ده انا بعمله لجولي، لان جولي مش بتاكل اللحمه نهائي. هي بعمله لها ساده كده وبحمر لها جنبه بانيه او اي حاجه.
عملته طبعا زي ما انتوا شايفين، سايبه اهو 3 صوابع من الرز ده. الرز طبعا انا غسلته وصفيته على طول، ولا نقعته ولا اي حاجه، ده رز مصري عادي مش رز بسمتي. اهو الرز اهو. نبدا نحط نص كميه الرز. البرام اللي معايا ده بياخد كيلو رز او كيلو الا ربع، يعني كده حوالي كيلو رز. بحط نص الرز كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده. حطيت نص الرز. في طبعا طريقة تانية لو عايزاها بالبصلة او الرز يبقى كله كده، بتجيبي بصلاية وتمرطيها وتغلفيها بالرز بالفلفل والبصلة. بتمرطي بصلة كده وتغلفيه الرز كله بالبصلة. عايزة تعمليها بالطريقة دي مفيش مشكلة. بس انا اهو حطيت اللحمة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا انا حاطه الفلفل، وفي اللي عايز يحط فلفل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس انا طبيعي بحب الفلفل الاسود في الاكل بتاعي. اهو ننزل بقى بقيه كميه الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفرد بقى الرز كده فوق اللحمه لغايه كده. تمام تمام. اهو غطيت اللحمه بالرز كله زي ما انتوا شايفين. انا حطيت كمية الرز الاولانية واللحمة والرز، وادي الثلاث صوابع باقيين. سوري. هننزل بقى باللبن. شوفوا اللبن ساخن زي ما انتوا شايفينه كده. اللبن هي واخد مدة الغليان، علشان طبعا وانا مسخنه الفرن مسبقا، علشان يبقى مسخنه الفرن على درجة 200 علشان يبقى سخن جدا، علشان ما يغيبش في الغليان بتاع الرز. حطيت طبعا معلقة ملح، وبرده رشة فلفل، وهنا برضو في البرام الصغير رشة فلفل، ونص معلقة ملح. هنا التمليح ده بتاعك انتي زي ما تحبي، شوية من الملح كده. طبعا انا اوقات بحط الملح عشان اظبط برضو الحدق بتاعه. بحط الملح في الحليب او في اللبن عشان تظبطي الحدق بتاعك. ونزلت عليهم دي زبدة برضو، زبدة حلوة قوي، زبدة بلدي برضو. نزلت عليهم حطيتها في البرام زي ما انتي شايفاها كده. ودي معلقة قشطة كبيرة او معلقتين على حسب اللي موجود عندك. مش عايزة تحطي قشطة برضو، حرية شخصية. عندك وش لبن بس بتدي طعم حلو جدا، وبتدي غناوة كده لطاجن الرز. لو عندك وش حليب او كده انتي بتجمعي حطيه. هنبدأ بقى نحطه في الفرن ونطلع البرام الجميل بتاعنا. شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. شوفي ادي البرام الصغير اللي هو بدون لحمة وبدون اي حاجة، رز فقط. لو انتي برضو حابة ان انتي تعملي الرز او الطاجن الرز تعمليه كده جنب اي اكل. يعني انا بعمل كتير قوي الرز، طاجن الرز ده بعمله كتير جنب اي اكل. ببقى عاملة فراخ، ببقى عاملة لحمة ولا اي خضار، بعمله كده من غير اي حاجة، من غير لحوم ولا حاجة. شوفي الرز مفرفر وجميل وحلو ازاي. نغرف بقى ونشوفوا الجمال. بسم الله ما شاء الله. الرز ولا هو معجن ولا في النص. اوقات كانوا حد بيقولي ليه الرز بيعجن من النص او بيبقى بايش من النص، بيبقى مش مستوي من نص البرام. يعني اوقات تيجي تسويه الجناب بتبقى مستوية، وفي نص البرام الرز بايش ومش مستوي. ده بيبقى انتي مكترة الرز جدا. شوفي ما شاء الله الرز حلو ومفلفل. على فكرة لون الرز ابيض عن كده، يعني لونه باين في الكاميرا ان هو غامق، بس هو لون الرز افتح من كده باين. مش عارفة ليه باين في التصوير لونه غامق. شوفي اللحمة مستوية وجميلة، والتسوية بالظبط بياخد ساعة في الفرن في التسوية. ببدأ بقى اول نص ساعة بحطه على النار بتبقى عالية، بيبقى الفرن عالي شوية، وبفتح الشواية من فوق والفرن بيبقى شغال من تحت عادي عشان ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني.